في كل بيت عراقي الكليتشة مو بس حلوة، هي ذكرى، هي عيد، هي ريحة الهيل اللي ترجعنا لطفولتنا. اليوم راح نسوي الكليتشة العراقية الأصلية بخطوات واضحة وطعم ينجح من أول مرة. أهلا وسهلا بكم بقناتي. نبدأ بالمكونات، وهاي المقادير محسوبة لكل كيلو طحين. إذا حبيتوا تزيدون الكمية ضاعفوها بنفس النسبة. كيلو طحين أبيض، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة ملح، 2 ظرف فانيلا، ملعقتين طعام سكر، ظرف بيكنج باودر، ملعقة طعام كبيرة هيل، قالب زبدة زائد كوب سمن نباتي، أنا استخدمت دهن جنة. استخدمت العجانة الكهربائية، إذا تريدين تعجنين بإيدك فعادي كلش طبيعي. 3/4 كوب حليب، كوب ماء دافي للعجن، بعد ما طلعت العجينة من العجانة أعوفها شوية ترتاح وبعدين أبدي. هنا دا أحضر حشوة الجوز، خليت جوز وياها ملعقة قرفة وملعقة شكر، وراح شوية أكسر الجوز الحجم اللي انتو تريدوه. أنا أحبه كلش ناعم، إذا تحبوه أخشن ممكن تسووه. أيضا أنا حضرت على النار على صفحة، حضرت عجينة التمر، اشتريت هاي الأكياس الجاهزة اللي يكون تمر بلنوة، وأخلي شوية دهن أو زبدة وأحمس السمسم، وبعدين أخلي فوقه التمر إلى أن يحمى على نار هادية، يحمى كل الزين ويصير كله عجينة واحدة. بعد ما ارتاحت العجينة نقطعها كرات صغيرة، نفردها ونحشيها بعجينة التمر. ونغلقها بهدوء حتى ما تنفتح بالفرن. التشكيل يرجع لذوقكم، إذا تريدون نقشة أو قالب أو حتى على شكل بقلاوات مثل ما سويتها.
راح أحشي العجينة بالجوز حتى أسويها بهذا القالب الخشب. انصفت الكليتشة بالصينية. نلمعها بخليط البيض والحليب وندخلها فرن محمى مسبقا على درجة 180. نتركها لحد ما تشقر من الأسفل ويصير لونها ذهبي جميل. وهياتها الكليتشة العراقية جاهزة، هشة معطرة بالهيل وطعمها يحكي عن البيت والعيد. إذا جربتوا الوصفة اكتبولي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ونلتقي بوصفة عراقية جديدة. ميلاد مجيد، كل عام وانتم بألف خير.